ديريك بيتحول لرايوت وبيخلص على الناس اللي موجودين كلهم عشان مش عاوز اي حد شاف التجربة يفضل عايش. فجأة فينوم وايدي بيوصلوا. فينوم بيهجم على رايوت وبتبتدي معركة عنيفة ما بينهم، لكن رايوت بيطلع اقوى بكتير من فينوم وبيقدر انه يسحب فينوم من جسم ايدي عشان لما بيطلع من جسمه هيبقى ضعيف خالص، ورايوت بيبقى خلاص هيموته، لكن ايدي بيتحرك بسرعة وبيساعد فينوم انه يرجع لجسمه تاني، وبكده فينوم بيكون اقوى وبيقدر يقاوم رايوت. لكن رايوت بيهرب منهم بسرعة عشان ما بيبقاش فيه وقت، وبيكون عاوز انه يلحق يركب الصاروخ الفضائي قبل ما ينطلق في الجو. وفي نفس اللحظة اني بتشغل السماعات اللي موجودة في المكان كله على اعلى صوت. الصوت العالي بيخلي المخلوقات الفضائية تطلع من اجسامهم هما الاتنين عشان ما بيقدروش ان هما يستحملوا الصوت العالي. لكن رايوت بسرعة بيرجع لجسم ديريك تاني وبيعمل من جسمه سيف ضخم وبيضرب ايدي بيه، وبتكون الضربة دي قوية وايدي خلاص بيموت. رايوت بيجري بسرعة على الصاروخ وبيدخل جواه، وفي اللحظة دي فينوم بيلحق ايدي وبيدخل جوه جسمه تاني وبيقدر ينقذه من الموت.